ايه ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده جايين نشرح ازاي نزيل الحساس او نزيل الحريرة عشان نعمل عليها تصوير تاني. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نحضر الشبرونة للازالة. نحضر الشبرونة دلوقتي. انا المفروض ان ده مخفف، ده مخفف. انا بعمل عملية تليين. انا عايز الموضوع يبقى سلس معايا وما بقاش متقدر في حاجة. الشبرونه انا بلينها بس كده. بص، بزيل منها اي شوائب، او لو انا شغال بسولوتيب ولا اي حاجه. طبعا ممكن نلاقي الاحبار اللي احنا شغالين بيها، فكل ما بنلين ده مخفف او تنر، بس انا بلين بمخفف احسن. بص، انا كل اللي بعمله اللي انا بلين. دي اول مرحله عشان يبقى الموضوع معاك سهل. كده سامعيني؟ انا بلين، بنضف، بشيل الشوائب، بشيل اي حاجه موجوده، رواسب بتاعت حبر او اي حاجه موجوده. الشبرونه اهي، انا بلينها. بحاول على قد ما اقدر ان انا بجهزها. دي اول مرحله. على فكره اقول لك حاجه، بص، شايف القطن عامله ازاي؟ احنا ما عملناش حاجه، احنا كل ده هي نظيفه اصلا. يعني انا بعد ما بخلص شغل بنضفها، بلينها وبجهزها عشان خاطر ما تتعبنيش في الازاله. تمام، انا كده ظبطتها، سبتها متلينه. هعمل ايه بقى؟ دي اول مرحله. تاني مرحله على طول ان انا يعني ايه، ممكن اسيبها تنشف شويه، بس هي كده. دي المرحله الاولى على طول. المرحله الثانيه ملح ازاله. هو ده ملح ازاله، انا بجيبه من عند المواد بتاعه الطباعه، اسمه ملح ازاله. وكمان في بديل ليه. لو انت ما عندكش الامكانيات اللي انت تجيب بيها ملح الازاله، انت ممكن تشتغل بكرول. كرول، بس الكرول هو بيزيل بس بيبوظ الحريره، يعني بيقلل عمرها الافتراضي. يعني بص، هو الخواجه لما جه عمل الشغل ده، هو مش عبيط عشان خاطر يستخدم مخفف ان هو يشتغل بيه، او يستخدم تنر ان هو ينظف بيه، او يستخدم الملح بتاع الازاله عشان ينظف بيه. مع احترامي لكل التجار بتوع الاكسسوارات والخامات دي، لكن الشيء لزوم الشيء. هو انا عشان احافظ على الحريره يبقى لازم استخدم المواد بتاعتها، لكن في طرق كتير. في ماده اسمها كابسي، بتاعت كيماويات، اللي هي تنر ناري بيتنضف بيه. وفي كلور، اللي هو الكلور بتاعنا احنا، الكلور الالوان والساده بتاع الهدوم، برضو بيتنضف بيه. بس هو الاحسن والملخص ان انا اجيب الملح بتاع الحوار نفسه. انا جهزت الشبرونه، ببتدي بحط المذيب بتاعي او الملح الازاله بالطريقه دي، وبعمل كده، بلينه. ومجرد ما اسيبه ينشف شويه او يشرب، هو بيبتدي يخفف الحساس، بيدوبه، بيرجعه للحاله السائله بتاعته. يعني الملح ده بيرجع الحساس زي ما بنطلعه من العلبه بتاعته واحنا بنصور. هو بيرجع الحساس تاني الحاله السائله بتاعته. احنا بعد ما صورناه بقى حاله صلبه بعد ما اتحسس واتحمض، لكن الملح الازاله ده مخصوص ليه عشان يرجع الحساس للماده السائله بتاعته. طبعا بعمله كده بالراحه، وبسيبه لمده دقيقتين ثلاثه، وهو بيبتدي يشرب ويرجع الحساس الماده السائله بتاعته،
وخليكم معايا عشان نشوف كل خطوة بالراحة ومن غير أي سربعة عشان نوصل لنتيجة ممتازة. ثواني وراجع لكم. بصوا احنا سيبناها شوية تنشف. بصوا مع بعض لو ركزنا كده هنلاقي بصوا الحساس بيرجع يتشف ويرجع للحالة السائلة بتاعته. مع بعض سيبناه شوية طبعا ينشف. لو احنا مركزين كده بصوا احنا بندعك لما بنسيبه شوية هو بيرجعه للمادة الصلبة بتاعته او السائلة. بصوا بيبتدي يقع اهو. طبعا من ناحيتين عشان احنا بنحسس من ناحيتين. طول ما انت شغال بالخامات بتاعتك النظيفة تأكد ان انت هتاخد برضو نتيجة نظيفة. يعني ما تروحش تستخدم مواد وتعمل نفسك ذكي تمام وتسمع اي فيديو. اوكي كل الطرق بتأدي لنفس الغرض، بس انا بتكلم ان يعني ادي العيش لخبازه. اهو انا دلوقتي كل المشكلة في القصة دي كلها ان الخامات بقت غالية، فانا اكيد بنستخدم بدايل. وطبعا التكلفة نفسها يعني احنا بنحاول نوفر، لكن الموضوع بيخسرنا حاجات تانية. يعني مثلا انا لو استخدمت الكرول والشبرونه بتشتغل معايا 3 4 5 10 مرات انا بعيد تصويرها تاني وبشتغل عليها تاني تمام. الكرول عشان فيه ماده كاويه بياكل الحرير، يا فرحتي اللي انا ازيل الحساس عشان اصور وفي الاخر الشبرونه تبوظ مني، يعني يبقى عمرها الافتراضي مش مظبوط. احنا بصوا عملنا ايه اهي. بصوا تمام احنا كده زي الفل. هنعيد نفس القصة تاني. هنعيد نفس القصة تاني. لو انا شغال اهو هرجع تاني. انا دلوقتي هستغل شوية البتاع ده وارجع انا بخلي الموضوع ثابت معايا عشان اعرف اتحرك بالشبرونه واعرف الفها. نفس القطنه اللي احنا عملنا بيها المخفف. ركزوا معايا. بصوا انا مجرد ما بشتغل بصوا مجرد ما بلين انا بشتغل تلقين اهو. بزيل الحساس كله اللي وقع. بحاول زي ما تقول بنضف الحساس. بصوا لما اجي بضغط بالشبرو بال بالقطنه اهو. في ناس بتستخدم قماش وفي ناس بتستخدم. انا طول ما انا بلين وشغال شغل نظيف تاكد ان انت هيبقى عندك نتيجه نظيفه. بصوا الحساس كله بيقع، فطبعا انا محتاج ان انا كل شويه عشان ازيل كل الحساس ده وارجعه للماده السائله بتاعته، فانا هستهلك قطن كتير. وده طبيعي ان انا استهلك قطن كتير. فانت لو عندك قماشه بصوا لما قلبت القطنه اهو انتوا شايفين النتيجه قدام عينيكم. انا مش محتاج ان انا اتكلم على الطريقه نفسها ولا الاسلوب. انا بشتغل بالراحه خالص وكله هو خطوه من غير مونتاج. انا ما عنديش مونتاج على فكره، ما عنديش مونتاج. انا شغال اهو على كيس بلاستيك بلم الملح الازاله اللي انا كنت بعمل بيه وبحاول. بصوا اهو اهو. انا ممكن على فكره اعمل
الين الشبرونه كلها. وعشان المخفف غالي، هوريكم دلوقتي انا هعمل ايه. بس انا كل اللي انا استخدمته هو المخفف والملح الازاله. انا دلوقتي هعمل موضوع تاني خالص. هشتغل بتنر. اشيل التنر اهو. ده تنر اللي هو بيتباع عند الموان عادي اهو. وبصوا النتيجة خطوة بخطوة من غير اي مجهود، ومش محتاج اعمل اي حاجة. بصوا انا عشان لينت بصوا اهو قدام عينيكم من غير مونتاج. بصوا طول ما انا شغال كويس بحضر للحاجة وما ببخلش في خامات، انا باخد نتيجة نضيفة اهو. انا ما عملتش مجهود، يعني انا ما تعبتش في الشغل. بصوا اهو كل بساطة وقدام عينينا خطوة بخطوة من غير اي تعب ولا مجهود. بسم الله ما شاء الله اهو. كل الشبرونة بترجع الحريرة تاني اكنك عاملها من الاول، اكنك ما حسستهاش. اهو بصوا هقلب القطنة واحاول استغل القطنة بدل ما اقعد استهلك قطن كتير. بقلب القطنة وبحاول انضف كل اللون. يعني بصوا اللون، كل اللون اللي موجود انا برجع ايه بنضف الشبرونة تاني من اول وجديد. حد طلب مني ان انا اعمل له الفيديو ده، وانا طبعا ما اقدرش اتاخر عن الناس اللي بتدعمني. ما اقدرش طبعا. انا كده نضفت فوق، فانا ممكن اعمل لقطه صغيره كده واروح قالب الشبرونه، يعني عشان ابقى ايه. شفتوا بقى ان انا بشتغل من غير مونتاج ومش همنتج حاجه. يعني انا بشتغل كده بطبيعتي قدامكم زي ما انا اشتغل. يعني لما اجي بشتغل لشغل هنا بصور الشبرونه، يعني بصور الفيديو في وقتي، ما بمنتش. يا رب تكون الصورة واضحة والنتيجة قدامكم واضحة عشان كله يستفاد. ويا ريت ان انت تشارك وتكتب كومنت وتكتب ان انت استفدت لو فعلا ان انا قدرت افيدك. بصوا اهو كده انا بعمل ايه، عملية تطهير للحريرة وبنضف بتأكد ان القطنة هي الدليل بتاعي. بصوا القطنة شالت كل الحساس اللي ايه، اللي هفضل بعمل بالقطنة كده لغاية ما اتأكد من نظافة الشبرونة كلها ونظافة الحريرة اهو. ما ينفعش اشتغل بقى بالايه، بالمادة بتاعة المخفف قبل التصوير. لازم اشتغل بتنر عشان اطهر الحريرة واعرف ايه، عشان التنر بيطير. بصوا ولسه انتوا شايفينها نضيفة. انا بفضل اعمل كده واقلب في القطنة واستغل اكتر حجم، يعني اكتر حاجة في القطنة عشان
اوفر على نفسي، وفي نفس الوقت ايه اتاكد ان الشبرونه ايه بقت طاهره، يعني متطهره ونضيفه وجاهزه للتصوير على طول. هتقول لي الحاجات السوداء الصغيره، الحاجات اللي موجوده السوداء دي كل دي مش موجوده اصلا، يعني دي لون اتلون بيه الحريره، لون اتلون بيه الحريره، لكن الحريره نفسها ما فيهاش اي حاجه. هنشفها واوريكم دلوقتي ايه الشغل مع بعض. كده احنا نشفنا الشبرونه وخلصناها، وكده بقت جاهزه للطباعه. كل اللي احتاجناه شويه القطن ومخفف وتنر وازازه الملح الازاله. ملح الازاله عامه بيجي كيس صغير كده او بيجي جاهز من عند الراجل، وانت بتعبيه في ازازه، هي شويه صغيرين بيعملوا لتر كامل. تمام. انا بحطها في الازازه دي عشان بستخدم نقطتين 3 وانا بزيل الشبرونه. ادي الحريره وادي الشبرونه اهي. كل الاسود ده انت مش هتشوفه في الحريره وانا بصور، يعني هو لون بس تلون الحريره عشان ايه من كتر الاستخدام، لكن هي في الاضاءه مش جايبه معايا اي حاجه. وبكده يبقى خلصنا تصوير الشبرونه، ازاله الشبرونه. واي معلومه محتاج تستفسر عنها، دي حريره 120 كانت متحسسه بحساس 22، وبستخدمها على الكرتون وعلى الاكياس او العلب، باستخدام المواد الباكين، الاحبار الباكين، اللي هي الاحبار الباكين اللي هما الالوان الرئيسيه. وبكده يبقى انا نفذت الوعد اللي وعدهوني الشخص اللي كان عايز يعمل فيديو ازاي بيزيل الحساس من على الشبرونه. وبرجاء محبه لو استفدت اعمل لايك واشترك في القناه، ومستني دعمكم. ويا رب اكون بفيدكم بالمعلومات الصغيره اللي عندي، واكيد في ناس تانية امهر مني بكتير، بس انا علمي بسيط وبقدر احاول اوصله لكل الناس. فشير ودوس كومنت وتفاعل، واي حاجه محتاجها تعرفها وفي ايدي انا مش هتاخر عليك فيها. شكرا.